طبعا نقطة العبود أنا عندي وجهة نظر حقيقة فيها. أنا حزين على موهبة حقيقة سعودية مميزة، مهارية، صاحب سرعة يمكن الأطلق على مستوى اللاعبين السعوديين. قد يسألني البعض يعني أنت العادة بكير يعني ما شاء الله شرس مع اللاعبين المحليين بالذات في نادي الاتحاد الغير منضبطين، وأنا أقول العبود ليس غير منضبط على مستوى السلوك، لكن ليس منضبط على المستوى الفني في رغبة التغير، في رغبة الأحسن، في رغبة الاستمرارية، في رغبة انتزاع أي مركز له سواء في النادي ولا سواء في المنتخب أو على مستوى المملكة العربية السعودية، أن يكون أفضل الأجنحة السعودية لأنه عنده إمكانيات وموهبة تساعده على المستوى هذا. أيضا إذا كنا لمنا لإدارة نادي الاتحاد أو سواء المدرب نونو سانتو في اتخاذ قرار يعني حازم زيادة عن اللزوم مع اللاعب واستبعاده، لمنا الإدارة في موقفها السلبي حقيقة في التعاطي مع هذا الموضوع هو ولا زملاء الباقين، لكن عتبي كبير جدا يعني على الأسلوب اللي قاعد يدير أيضا العبود نفسه في وسط هذه القضية من خلال الظهور الإعلامي. أنا أعتبره ظهور مستفز حقيقة عبر وسيلة السناب شات لإيصال رسائل معينة مباشرة غير مباشرة، المهم أنه أسلوب مستفز حقيقة لا يليق في هذه المرحلة التي يحاول ويسعى الكثير إلى أن نزع الفتيل فيها في الخلاف اللي بينه وبين المدرب وقراره وصرامته في أن يكون هذا من اللاعبين المبعدين، وأيضا سلبية الإدارة في عدم معالجة هذا الموقف إلى اليوم حقيقة. فالعبود لا كان مثل البيش اللي أنا أقدره حقيقة كثير وأحترم هذا اللاعب حقيقة، ما ظهرت منه قد كذا تجاوز أو إساءة بحق النادي أو بحق نفسه، ولا هو اللي كان العبود مثل مدلة اللي استطاع أن يكون لاعب مميز رغم أنه لا يملك إمكانيات كبيرة حقيقة، لكن يملك إرادة استطاع أن ينتزع بها تلك الإمكانيات وأن تجعله في عين مدربه لاعب أساسي رغم أنه لم يكمل الموسم الأول في الوقت العبود اللي يمضي فيه يمكن 4 مواسم تقريبا في الاتحاد، إلى من 3-4 ما خانت الذاكرة. فبعض اللاعبين تغر بعض الأشياء أو تخذل عقليته في مواقف كهذه. أتمنى من إدارة نادي الاتحاد أن تعالج هذا الملف بطريقة تليق بالاتحاد، سواء في استمرارية اللاعب أو سواء في طريقة رحيل اللاعب، وأن تكون يعني كل اتحاد طرفا كاسبا في كل الأحوال، سواء استمر اللاعب سواء رحل اللاعب.